السلام عليكم اخواتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ مرحبا بكم في قناه شيوات ام محي الدين. كما كتشوفوا هنايا غادي نحضر معكم فقاس مرولي باللوز اللي في الصراحه كيجي رائع. كنصحكم البنات تجربوه، راه كيجي رائع وسهل في التحضير، يعني ممكن ينجح مع اي سيده اول مره كتجربوا. ممكن تعوضوا اللوز بالقرقع، المهم نتوما لكم حريه الاختيار. كنتمنى منكم البنات الى عجبكم هاد لا فيديو ما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم وتشتركوا في القناه ديالي قناه شيوات ام محي الدين. ولا عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. تابعوا الفيديو الى الاخير وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال هاد الفقاس غنحتاجو هنايا 7 البيضات، 120 غرام ديال الزبده تكون نوعيه جيده اللي كندوبها، 3 ديال الخمارات، 300 غرام ديال السكر كلاصي، وعندي هنا بودرة الفاني، عندي تقريبا هنا كيلو ديال الدقيق الابيض، وعندي هنايا اللوز. غادي نحتاج تقريبا في هذه الكميه شي 600 غرام ديال اللوز. مهم من احسن البنات تاخذوا اللوز الكبير. مهم الا ما كاينش ديروا هذا اللوز المكركب الصغير. اول حاجه غادي ندير هي غادي نجيب كاس ديال مولينيكس، غادي ندير فيه البيض، وغادي ندير فيه سكر كلاصي، وغادي نقبيصه ديال الملحه، وغادي نطحن هاد العناصر مزيان. من بعد غادي نبقى نضيف الزبده تدريجيا حتى صافي. دابا غادي نضيف سكر كلاصي وغادي نطحنو في مولينيكس. هانتوما كما كتشوفوا فاش طحنتو غادي نبقى نضيف ديك الزبده بشويه بشويه حتى كنكمل ديك الكميه كامله ديال الزبده. صافي، وكنصب هذا الخليط في شي بول ولا قصريه، كنبقى نضيف الفرص تدريجيا. يعني راه طريقه سهله ما كتطلبش شي صعوبه كثيره. هانتوما كيفاش كيكون. دابا غادي نصب الخليط في شي بول، وغادي ندير بودره الفاني، نخدم بايدي، وغادي نبقى نضيف الدقيق تدريجيا. تقريبا هاد الخليط هز لي كيلو ديال الدقيق، بعض المرات كيهز لي كيلو و50 غرام. مهم كل مره وشحال، مهم ما كيفوتش ليا، ما كيديهش ليا اقل من كيلو. هانتوما كما كتشوفوا كنبقى نضيف الدقيق تدريجيا حتى كنكمل هاد الكميه كامله ديال الفرص. هانتوما كيفاش كتكون الخليط، كيكون تماما بحال عجينه الصابلي اللي غادي نقدروا نسرحوه في المدلك فوق طاوله العمل. هانتوما راه درت ديك الكميه كامله كيلو. غنقسم هاد العجين على 3 يكونوا كويرات متساويه، نقسمهم على 3 وغادي نغطيوه. من بعد غادي نمشي باش غادي نوجد اللوز ديالي. اللوز ما غاديش نرقدو نهائيا، وهاد الطريقه راه ما كيتهرش لينا نهائيا صابلي. غير هي واحد الحاجه خليوه يبات، ولا بحال مثلا الا خدمتوه في الصباح ديروه في العشيه. مهم ما تقطعوش في البلاصه. هانتوما كما كتشوفوا هاني كورت هاد الكويرات. هاد الخليط قسمته على 3، غادي نغطيوه. من بعد غادي نسرح كويره. هانتوما من بعد فاش سرحت كويره قطعت الجناب، المهم قاديت كما كتشوفوا على شكل طولي. صافي دابا غادي ندهن بابيض البيض. ندهن كلشي. علاش كندهنو بابيض البيض؟ باش كيلصق لينا داك اللوز ما كيطيحش لينا في بلاصتو. صافي غادي ندهن الجوانب وكلشي، وغادي نبدا نستف اللوز ديالي. ندير لكم باش يبان لكم. كنستف اللوز ديالي على شكل في العرض ديالو كما موضح في الصوره. كنتمنى تكون الصوره واضحه. صافي وكنبقى نستف على هذا الشكل. بالنسبه الى بغيتوه هذا الى بغيتوه يجيكم شويه كديروا 2 صبيعات وكتحطوا 2 صبيعات وكتحطوا وكتكملوا الصف.
المهم انا هاد السيده بغات اللوز ديالها يكون عامر، عفوا الفقاص يكون عامر اللوز. صافي كنبقى على هاد الشكل. المهم نتوما لكم حريه الاختيار. صافي غنبقى حتى نكمل هاد الكميه كامله، ومن بعد غادي نبدا نلف في العجين. صافي انا كملت هاد الصف الاخراني راه ستفولي ولدي. صافي دابا غادي نبقى كنلف على هاد الشكل. على هاد الشكل وحنا كنزيرو ما ترخفوش، ودائما كنضغطوا على اللوز باش ما يطيحش لينا، فاش نكونوا كنلفوا فيه ما يتبعدش لينا على بعضه، وحنا كنزيرو كما موضح في الصوره. ها نتوما راه ما تخافوش منه نهائيا، يعني راه هذا الفقاص ممكن ينجح مع اي سيده. هانتوما كنلف هكا وكنستعمل ايدي بجوج. وكنبقى كنديرها على هذا الشكل. صافي من بعد فاش حربلت انا غادي نوريكم غير وحده وغنبقى حتى نكمل. صافي هنا درت اصفرة البيض ونيسكافي. غادي ندهن هاد الفقاص ديالي، وغادي نشرطو بالفورشيط، وغادي نثقبو، وغادي ندخلو واحد المعلومه البنات، غادي ندخلو على فران يكون بارد ونقصلو على عافيه مهيله باش يطيب ليا من الداخل. كما كتشوفوا راه فيه بزاف ديال، حيت علاش الا جهدتلو غادي يبقى ليا خضر من الداخل. يعني انا كنخشي اللاطه ديالي عاد كنشعل الفران وكنقص ليه على عافيه مهيله حتى كيطيب على خاطر. ممكن تعوضوا في بلاصه نسكافيه ديروا الكاكاو، المهم اللي متوفر عندكم. صافي كندهنوا الجوانب وكل شيء. دابا غادي نثقبوه بشي كيردون. علاش كنثقبوه؟ باش ما يتفرقعش لينا داك الفقاص ديالنا. وكنخلي انا الفران مبسم، يعني كنخليه محلول شويه. صافي دابا غادي نشرط بالفورشيط وغادي ندخلو الفران يكون بارد. من بعد فاش يطيب ليا الفقاص ديالي غادي نخليه حتى يبات. انا غادي نخليه يبات ليله كامله. صافي والغد ليه نقطعو ونحمر. من بعد فاش طاب ليا الفقاص ديالي هانتوما كيفاش كيكون، راه كنخليه على عافيه مهيله حتى كيطيب من الداخل. هانتوما راه طيب ما معجنش نهائيا. كنقطعو، ما كنقطعوش مائلي بحال هكا، كنقطعو تقطيعه عاديه بحال هكا كما موضح في الصوره. هانتوما كما كتشوفوا راه ما كيتكسر معايا ما والو نهائيا. وضروري السكين يكون حاد باش ما يمحنكمش. كندير ها هانتوما كما كتشوفوا وكنضغط بالزربه. صافي دابا غادي نسخن. راني درت الفران كيسخن مزيان. هانتوما الشكل ديالو كيفاش كيجي. درت الفران ديالي يسخن وغادي نقصلو على عافيه مهيله وغادي نخليه حتى يتحمر. راه كيتحمر بسرعه، هذا ما كيطولش في التحمار ديالو بزاف، على عافيه مهيله حتى كيذهب ليا اللون ديال الفقاص ديالي حتى هو ما نجهدش له باش ما يجينيش رطب. الفقاص في الاصل كيجي مقرمش. وبالنسبه اللي بغى الفقاص ديالو يبقى ليه مده طويله مقرمش، كنديرو في البواطه اللي غنديرو فيها هذا الفقاص، كنديرو فيها واحد السكر. صافي وكنغلقوا البواطه مزيان. وبالنسبه لهذا الفقاص، بالنسبه للبنات اللي كيخدموا لي كوموند، راه كنخدموه ب 120 درهم حتى ل 130 درهم الكيلو. صافي انا غادي نبقى حتى نكمل وغادي نستف في اللاطه وغادي ندخلو يتحمر على عافيه مهيله، ونتلاقاو في الشكل النهائي.